انفصلا في طفولته لتربيه جدته، والآن تفسد خلافاتهما عيد ميلاده 18. حياة لامين يامال خارج الملعب ليست بنفس البريق على ما يبدو، فبينما يستعد النجم الشاب للاحتفال بعيد ميلاده 18 في 13 من يوليو الجاري، وهو موعد فارق سيبدأ فيه مسيرته الاحترافية بشكل رسمي، إلا أن هذا الاحتفال الفاخر أثار عاصفة داخل عائلته. فبينما تحاول والدته كبح جماح مظاهر البذخ، يشجعه والده على الاستمتاع بالحياة، ما يضع مستقبل اللاعب الشاب في مهب الريح. تتجه الأنظار نحو يامال وهو يجهز لاحتفال مثير للجدل وسط قلق متزايد من والدته شايلا إيبانا حول أسلوب حياته المتسارع. حتى قبل بدء الاحتفال الرسمي أثارت التحضيرات تساؤلات عديدة في الأوساط الرياضية والإعلامية. في برنامج تارد اي ار كشفت الصحفية الإسبانية ليتيسيا ريكيخو عن حالة التوتر والانزعاج التي تعيشها والدة اللاعب، مؤكدة أنها في حالة سيئة وتشعر بالقلق والضغط. وأضافت ريكيخو أن إيبانا ترفض طبيعة الحفل الفخم الذي يخطط لإقامته في جزيرة إيبيزا، لكنها تشعر بالعجز عن منعه، خاصة أن ابنها في عطلة ولا يخضع لإشراف النادي حالياً. طلبت الأم ابنها بإعادة النظر في تفاصيل الحفل الذي يتوقع أن يحضره عدد من الشخصيات البارزة من عالم الرياضة والفن، مثل المغني أوزونا والمؤثر إيبي يانوس. في المقابل يتبنى والد اللاعب منير نصراوي موقفاً مختلفاً تماماً، حيث يشجع ابنه على الاستمتاع بالحياة والاحتفال، ما يزيد من حدة التوتر داخل الأسرة، حيث أشارت مصادر مقربة من العائلة إلى أن شريك والدة يامال يحاول التدخل لخفض وتيرة حياة اللاعب والحد من مظاهر البذخ التي بدأت تثير القلق بشأن تأثيرها على مستقبله المهني. بينما يراقب النادي الكتالوني برشلونة الوضع عن كثب، لكنه لا يستطيع التدخل المباشر طالما أن اللاعب في فترة راحة. وأنت إلى أي الطرفين تميل؟